كل عام وانتم بخير. مبارك العيد عليكم كلكم، ومبارك على اهلنا على امتداد البطانه ورب قدام من البحر للبحر وبحدود الجغرافيه، ومبارك على كل النظاره وكل القبائل الموجوده مع النظاره وكل القبائل معانا ان شاء الله. يعود علينا بالخير واليمن والبركات. الحقيقه وجود دار للنظاره، دار ثانيه للنظاره هنا في القربه، ده يمكن يكون يقرب المسافه بين الناظر وبين اهله، وبين الناظر وبين العمق الحقيقي في اهله، كان في البطانه ولا كان في حلفه الجديده ولا كان في الصباغ والصفيه ومناطق بتاعت البطانه، بقت المساله قريبه والرابط بيزيد. ونحن حقيقه لما التفينا حول النظاره التفينا عشان الناس تلتف حولها يعني. فده بيتيح في انه الناس يكونوا قريبين من الناظر، اصلا يكونوا قريبين من بعض، بيدوا نتائج كويسه، بيدوا نتائج طيبه. الحياه القوميه اللي حصلت والناس اولادنا واللي في المهجر واللي بيسالوا كلهم الحمد لله، السؤال الكبير اللي كان بيسالوه اولادنا انتوا وين انتوا وين، يتجاوب حسب بالظروف الحاليه اللي مر فيها السودان ده. يمكن يكون احسن موقف اهلي او لاداره اهليه كان موقف نظاره الشكريه من كل الاحداث السياسيه اللي مرت على في السودان يعني. اذا كانت في المرحله الاولى، واذا كانت في المرحله الثانيه، اذا كان البيان بتاع القوات المسلحه، اذا كان البيان بتاع الناظر في الاحداث الاخيره والوفاق وكده، الناس ثاني ما مشت جات للراي بتاع الحوار وللوفاق وللمسائل زي دي. يعني ما كان في مواقف متطرفه للنظاره، وده اتى من انه احنا اصلا نظارتنا نظاره بتاعت ارث ونظاره بتاعت تاريخ ونظاره بتاعت حكمه يعني. فالناظر كان مثقل بالحكم دي وكان مثقل بالنصائح دي، عشان كده النتائج الجنينه حسي دي ما كان جات من فراغ يعني، جات اصلا عن درايه وعن حكمه وعن ارث كان موجوده كده. الحاجه الثانيه زي ما قلت قبل، والموضوع ده ذكره عمنا العمده العمده الحاج، انه نحن حقيقه في الفتره القادمه دي ما دايرين حدود جغرافيه ضيقه، دايرين كيانات كبيره، دايرين قوميات كبيره يعني، اكبر من حدود نظارتنا واكبر من حدود النظارات الثانيه. دايرين منطقتنا كلها البطانه يكون عندها وجود في المسرح السياسي، يكون عندها وجود في الوفاق، يكون عندها وجود في الحوار ذاته، يكون عندها موجود. فنحن بعد ما بنساق بيسوقونا ناسنا. فنسال الله انه الناس يكون تتجاوب، وبيت الناظر بقى لهم قريب وبيتواصل معاهم وبيتواصلوا معاه، ونسال الله التوفيق لكل الاهل ولكل الناس، وشكرا جزيلا.